ايه يا هدير في ايه؟ مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ انت منزلاني على ملا وشي عشان تقولي مفيش، ما تنطقي. باشمهندس رامي وباشمهندسه منى مراته ماله؟ طلب مني اعمل له قهوه، ولما رفضت لا ثانيه واحده، انت جايباني وعامله لي القصه دي كلها عشان انت اتطلب منك تعملي قهوه؟ حضرتك لو اديتني فرصه كنت هكمل لك بقيه الحكايه. اخلصي. لما قلت له مش شغلي راح مزعلي وراح مهزقني، ولما بقى قلت له هقول لي باشمهندس يوسف راح ردت باشمهندسه منى مراته وقالت لي من هنا ورايح باشمهندس يوسف ده ملوش علاقه بالشركه، وقالت لي ده كده يعني. ايه الكلام الغريب ده؟ طب انا داخل له. لا ما هم مش في مكتبه. امال فين مشيوا؟ لا جالهم ضيف كده قال ان هو محامي باشمهندس رامي وقاعدين في مكتبك كمان. لا لا يا باشمهندس يوسف ارجوك، خيانه ايه وسرقه ايه؟ يارا بيزنس مان. المساله بمنتهى البساطه ان المهندسه منى والمهندس رامي عاوزين يكبروا الشركه، حقهم. يكبروا الشركه ولا يخرجوني منها؟ الشركه دي فكرتي من واحنا في الجامعه، وانت اللي طلبت ان انت تشاركني بعد ما اتخرجنا. نخرجك منها؟ ايه الكلام الكبير اللي انت بتقوله ده؟ عيب على فكرة. ده حتى رامي طول عمره بيقول عليك ان انت اشطر واحد في مجالك. بجد والله شاطر؟ طب ربنا يخليك. ولما انت شايفني شاطر امال عايز تخرجني من الشركه ليه بقى ان شاء الله؟ اطلاقا محدش قال كده. المساله ان هم بصفاتهم القانونيه عاوزين يزودوا راس مال الشركه من مليون للحد الاقصى 20 مليون. ايوه فايه يعني؟ فاكيد مش هنزود راس المال ده لوحدنا، هتساهم معانا بنسبتك 9.5 مليون جنيه. يعني نقول 10. طب ما نخليهم 11، ما هي فلوس بنك الحظ اصلها. طب انا بقى مش موافق. لا، ما هو لو اغلبيه الشركاء موافقين يبقى الكل مجبر يدفع، ماذا والا هتتاخد نسبه حضرتك بالقانون. ما تقولش شركة بس، هو دول بيجوا الشركه ولا ليهم علاقه بيها اساسا؟ ده انت بالذات ما عتبتيش الشركه دي 3 مرات من ساعه ما عملناها. عادي يا يوسف، اعتبرني بارتنير سيلونسيو وليه حق التصويت. اهو اغلبيه. يا رامي انت عارف كويس ان انا معيش ادفع الفلوس دي. انت عارف ان كل الفلوس اللي معايا انا دفعتها في مقدم شقتي في مصاريف جوازي. ما كانش لازم تزنق نفسك باقساط وشقه كبيره بجنينه، كنت تجيب حاجه صغيره على قدك.